المغرب ينتخب اليوم بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول عن قارة إفريقيا. وجرت عملية التصويت اليوم خلال الدورة 92 للجمعية العامة للمنظمة في مدينة غلاسكو باسكتلندا، تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب. التفاصيل مع خديجة الجمالي ويوسف مزياني. أوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن انتخاب ممثل المملكة المغربية في منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا جرى بالأغلبية من طرف مندوب 96 دولة عضو بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة 92 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا. ترشح المغرب لهذا المنصب جاء مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية وتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة. وقد تميز ملف ترشيح المغرب بتكامله استنادا إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويتطلع المغرب بعد انتخابه في هذا المنصب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم لمواجهة التهديدات الإرهابية والمخاطر المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي وتعزيز العمل الشرطي المشترك